قبل أقل من 24 ساعة على مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الطوغولي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا، أمور كثيرة تحدث في الطوغو على غير العادة. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق عليه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا تعيش العاصمة لومي على وجه الخصوص هذه الأيام على وقع مواجهة المنتخب الجزائري لا غير، نظرا لأهمية المباراة بالنسبة للطوغوليين الباحثين على الفوز بأي طريقة للبقاء في السباق نحو التأهل بعد تغير معطيات المجموعة إثر فوز غينيا الاستوائية واحتلالها وصافة الترتيب مقابل تراجع الطوغو للمرتبة الثالثة بنقطتين فقط. وعليه فحملة تعبئة كبيرة للجماهير قائمة هذه الأيام في الطوغو، يشارك فيها فنانون وإعلاميون ولاعبون سابقون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي من أجل إقناع عدد كبير من أبناء الطوغو للتواجد بقوة عشية المباراة ومساندة رفقاء كيفن دينكي على أمل النجاح في هزم المنتخب الوطني. وتم إهداء عدد لا بأس به من التذاكر المجانية للأنصار، إضافة لتصميم ملصقات وبوسترات داعمة لأشبال دار نيبومبي تحمل عبارة "نعم نستطيع، كلنا وراء صقور الطوغو". كما أقيمت الصلوات في الكنائس داعين بالفوز للمنتخب الأصفر. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد.